اهلا بكم حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. اهلا بكم يا ابطال في بداية جديدة جدا ان شاء الله، في بداية موفقين فيها باذن الله، تكونوا ابطال للاخر باذن الله، وتجيبوا الدرجات النهائية وتقفلوا الانجليزي ويبقى ابسط واسهل مادة عندكم الانجليزي باذن الله. تعالوا كده مع بعض نبدأ بداية موفقة باذن الله، وباذن الله هركز يعني على قد ما اقدر وبزياده اني ابسط كل المعلومات، يعني كل ان شاء الله باذن الله المنهج كله هيتقدم لكم بكل بساطه وبكل سهوله جدا، بحيث انك تقدر تستفيد منه. انا برضو مش هتعبك ولا اعرفك ان اطول في الفيديوهات، لا ده انا هديك الخلاصه والزتونه اللي فيها كل حاجه، ما تبقاش ناقصك اي حاجه باذن الله في المنهج او في الفيديو كله باذن الله. انت بقى لو في حته مش فاهمها او مش مستوعبها تقدر تعيد الفيديو تاني. طيب لو انت برضو مش عاوز او مش فاهمها برضو لسه مش مستوعبها، تابعنا برضو، ابعت لي على الواتساب، في قناه الواتساب وقناه تليجرام برضو، ما تنساش تشاركها لاصحابك وتعرفها لاصحابك وتقدر تتابعني فيهم. برضه في نفس الوقت ما تنساش تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابع معانا ان شاء الله المناهج اللي جايه، وتتابع على قناه الواتساب وقناه التليجرام باذن الله من البدايه خالص. وكده تعالوا كده باذن الله نبدا في الدرس الاول والثاني، هناخد منهم بس النهارده الجرامر باذن الله في يونت 1 باذن الله في المنهج بتاعك. ويونت 1 بيكلمك يا حبايبي الابطال تاني اعدادي، بيكلمك عن present continuous المضارع المستمر. اي حاجه عايزين نعرفها في الازمنه محتاجين 4 حاجات 4 حاجات في الزمن محتاجين نعرفها. اول حاجه لازم تعرف تكوين الزمن بيتكون من ايه عشان تعرف تكون جمله في الزمن ده. تاني حاجه لازم تكون عارف النفي بتاع الزمن ده بتنفي الجمله ازاي. تالت حاجه لازم تبقى عارف ازاي انك تعمل سؤال في الزمن ده. رابع حاجة وهي المهمة، الاستخدام بتاع الزمن ده بتستخدمه في ايه. تعالوا نبدأ بأول حاجة بإذن الله اللي هي التكوين بتاع present continuous المضارع المستمر. أول حاجة بنبتدي نتكلم فيها قال بنستخدم am و is و are. لو تفتكروا الناس اللي خدت معايا كورس التأسيس ولما كنتش أخدت الكورس ده ومحتاجه ترجع للفيديوهات اللي فاتت، هتلاقي في بلاي ليست في القناة في كورس التأسيس للجرامر. قلنا ان ام واز وار دول بيجي بعدهم حاجه من اتنين، يا اما بيجي بعدهم اسم صفه وظيفه اي حاجه من دول، او لو جاء بعدهم فعل، الفعل ده اللي هو الفيرب ده لازم يكون مضاف له اي ان جي. يبقى ام از ار قلنا بيجي بعدها يا اما اسم او صفه او وظيفه. طيب لو ما جاش اسم او صفه او وظيفه وجاء فعل، الفعل اللي هيجي ده لو جه فعل لازم الفعل ده يكون بعده اي ان جي. وبالمناسبه ام از ار طالما موجودين يبقى بعدهم اي ان جي للفعل. يبقى في السؤال في النفي ما بشيلش الاي ان جي خالص غير دو داز وديد، لما بيجوا بيخلوا الفعل في المصدر، لا هنا بيخلوا الفعل زي ما هو مضاف له اي ان جي ام از ار، بيخلوا الفعل زي ما هو عشان نبقى مركزين وما ندخلش الدنيا في بعضها. طبعا انتوا كبار وحلوين المفروض ما اقول لكمش، بس يعني مراجعه سريعه ان ام بتيجي معاها مين؟ شاطر اللي قال اي. واز بيجي معاها مين؟ شطار. ايه الشطاره دي؟ برافو عليكم. هي وشي وات. طب وار بيجي معاها ايه؟ عندي يو وعندي وي وعندي ذي. الكلام ده سريعا كده يبقى عندي في البدايه ام از ار لما بيجي بعدهم فعل، الفعل ده بيبقى مضاف له اي ان جي. طيب الاستخدام بتاع الزمن ده بستخدمه امتى؟ ده تكوينه بيتكون من هنا. طب استخدامه ازاي؟ at the moment of the speaking، في نفس اللحظه اللي انا بتكلم فيها بستخدم الزمن ده. يعني مثلا انا فاتح كتاب وعمال اقرا في الكتاب ده، يبقى هقول ايه؟ هقول اي تاخد انه ايه؟ برافو اي ام. طيب read يقرا. طيب قلنا الفعل لازم لما بيجي ام از ار الفعل مضاف له ايه؟ برافو عليك، فعل مضاف له اي ان جي، يبقى I'm reading a book، انا اقرا كتاب. يبقى at the moment of the speaking في نفس اللحظه اللي انا بتكلم فيها انا فاتح كتاب وعمال اقرا فيه، فانا بقول لك انا اقرا كتاب. يبقى بنستخدم الزمن في نفس اللحظه اللي بنتكلم فيها، او بنتكلم عن حاجه مترتب لها ومتخطط لها ومتنظم لها وبتستخدم فيها الزمن ده. طيب عايز انفي الجمله. طب قبل النفي تعالوا نعمل سؤال. في السؤال بنعمل المقص زي ما انتم عارفين، وخلوا بالكم من الجملة دي مهمة جدا.
طب عايز اعمل سؤال في المقص هنا، انا بقول انا اقرا كتاب، يبقى السؤال كان ايه؟ السؤال كان هل انت تقرا كتاب؟ عشان كده احنا خدنا برضو في كورس التاسيس للجرامر، خدنا ان اي ويو الاثنين لو لقينا اي في السؤال بنحولها ليو في الاجابه، ولو لقينا يو في السؤال بنحولها لاي في الاجابه الاثنين. لان مثلا ببساطه انا بسالك هل انت بتقرا كتاب؟ هتقول لي ايوه انا، ما ينفعش تقول لي ايوه انت. ركز معايا واصحى كده عشان تبقى مركز. فهنا بقول لك انا اقرا كتاب، يبقى انت هتسالني تقول لي ايه؟ شاطر، برافو عليك. هل انت تقرا كتاب؟ يبقى هنا ام. طب هل انت يعني ايه؟ يعني يو. شاطر. ينفع اقول ام يو؟ لا، يبقى هتقول ايه؟ يو معاها ار، يبقى تقول لي ار يو reading a book؟ Are you reading a book؟ هل أنت تقرأ كتاب؟ يبقى هنا أنا بستخدم إيه؟ بستخدم نفس الجملة دي بعمل منها سؤال. طيب عايز أعمل إجابة، إجابتي هتكون yes أو no. يبقى yes. طيب you أو are you؟ قلنا لما تلاقي you في السؤال أو في الإجابة على طول تحت تعكسها. يبقى قلنا yes، هنا you هتبقى إيه؟ yes I. برافو عليك. طيب I بتاخد R؟ لا، هتاخد am. برافو عليك. طيب no I تبقى no I am not. برافو عليك. إذا النفي بقى، النفي عندي بنفي not. am not زي ما خدناها is not واختصارها isn't. شاطر، برافو عليك. are not واختصارها aren't. يبقى ده ببساطة جدا تكوين السؤال، تكوين الزمن، وازاي انك تعمل سؤال في الزمن، وازاي تنفي الزمن. يبقى عندي am is are، ده التكوين لازم اي جمله. طب لو اقول مثلا احمد، عايز اقول احمد يلعب كوره او يلعب تنس، يبقى احمد ياخد ياخد ايه في دول؟ يبقى ده عشان مفرد ياخد is، يبقى احمد is play يعني يلعب. طيب play قلنا الفعل لما بيجي بعد am is are بنعمل له ايه؟ برافو عليك، بنضيف ing. play ايه؟ تنس. اوكي. طيب قلنا بعد كده عشان اعمل سؤال بنعمل مقص دايما. طيب لو انا عايز اعمل سؤال، طيب السؤال هنا بهل، هل انت تقرا كتاب؟ طب لو انا عايز اعمل سؤال باداه استفهام جنب فعل المساعد بنستخدم اداه الاستفهام، لان احنا خدنا في تكوين السؤال انك بتستخدم اداه استفهام، بعد اداه استفهام فعل مساعد وفاعل وفعل وباقي الجمله بتاعتك. تمام؟ طيب في كم ملحوظه بسيطه جدا لما بنبتدي نضيف للفعل. قال لي عندك مثلا افعال زي swim، عندك افعال زي run، عندك افعال زي مثلا come، افعال زي مثلا lie، افعال زي tie. قال الافعال دي في شويه ملحوظات بسيطه جدا عليها. قال لي لما بتبتدي تضيف الاي ان جي فيها بتبتدي تبص على اخر حرف. لو اخر حرف ده ساكن وقبله متحرك واحد، وركزوا وحطوا تحت كلمه واحد 100 خط، يبقى منتهي بساكن وقبله متحرك واحد. قال لي هتعمل ايه؟ قال لي هتضاعف الحرف الاخير، اما تكتب ام تاني وتضيف الاي ان جي. طيب run نفس النظام، منتهيه بساكن وقبلها ايه؟ متحرك واحد، يبقى هتعمل ايه؟ هتضاعف الحرف الاخير وتضيف اي ان جي. طب يعني يا مستر لما يكون عندي فيرب زي clean او فيرب زي feed او اي فعل منتهي زي برضو wait، قال لي دول كلهم افعال منتهيه بساكن لكن قبلها حرفين متحركين مش حرف واحد، حرفين متحركين يبقى تضيف لهم اي ان جي بتاعتك عادي خالص. تمام؟ يبقى هنا في الافعال دي لو منتهي بساكن وقبله متحرك واحد بنضاعف الحرف الاخير اللي موجود ده ونضيف له الاي ان جي. تمام؟ يعني مثلا لما اقول he is swimming، ايه ده يا مستر ضعفت الحرف ليه؟ ما احنا قلنا مع ام از ار بنضيف للفعل اي ان جي. طب الفعل عشان نضيف اي ان جي هنا منتهي بساكن وقبله متحرك واحد، يبقى تضاعف الاخير وتبتدي تضيف اي ان جي وتكمل باقي الجمله بتاعتك.
طيب عندي come، قال لي لما يكون منتهي بحرف الاي، قال لي بتحذف الاي خالص وتضيف اي ان جي بتاعتك. يبقى اقل ما ينفعش تضيف اي ان جي والاي موجوده، يبقى come هتبقى coming، هنشيل الاي وتضيف الاي ان جي. قال لي لو منتهي برضو الفعل بالاي اي زي تاي ولاي، قال لي بتحذف الاي اي خالص وبتحولهم لواي، بتحذفهم وتحولهم لواي وتضيف بعد كده الاي ان جي، يبقى دي هتتحول تبقى كده لاين. برضو تاي هتبقى تايم. اوكي. طيب دي ملحوظات البسيطه جدا، وده بالنسبه لنا الايه للزمن. طيب تعالوا كده ناخد الكلمات الداله لما بلاقيها في الزمن بعرف ان الزمن ده مضارع مستمر. يعني مثلا لما بلاقي شويه حاجات زي اول حاجه at the moment، في نفس اللحظه. لما بلاقي now الان. لما بلاقي look watch out احترس، look انظر. فهنا انا بقول له انظر، بص ركز. طالما بقول له بص يبقى في حاجه تحصل. لما اقول مثلا look the car is coming، العربيه جايه، يبقى هنا انا بقول له look هنا انظر، او watch out اللي هو هنا معناه احترس او خلي بالك. برضو the car is coming مثلا. يبقى هنا لما بستخدم دول بستخدمهم كأن امر يبقى في حاجه تحصل حالا دلوقتي. اخر حاجه عشان نبتدي نختم بيها، احنا قلنا في الاستخدامات بتاعه الزمن ان انا بستخدم at the moment of the speaking، في نفس اللحظه اللي بتكلم فيها، يبقى الحاجه دي بيحصل فيها زمن المضارع المستمر، بستخدم فيها الزمن ده. زي ما بنقول I'm reading a book، أنا أقرأ كتاب الآن دلوقتي حالا. تمام؟ برضه بنستخدمه في اللي هو أحداث مؤقتة هتحصل لوقت. مثلا I'm traveling to أسوان this week، أنا مسافر أسوان الأسبوع ده، ده حدث مؤقت مثلا ومسافر. أو مثلا لما بنبتدي افهموا الكلمة دي وركزوا فيها كويس قوي عشان دي بتبقى موضع سؤال. It's arranged. arranged يعني اتنظم او اترتب، يعني الحاجه دي ترتب لها. اول ما الاقي it's arranged قدامي اعرف ان انا هستخدم present continuous مضارع مستمر، يعني الحاجه دي مترتب لها متنظم لها. لما اقول I'm traveling to اسوان، انا مسافر اسوان، يبقى انا جهزت شنطتي، حجزت تذاكري، جهزت نفسي وجهزت كل حاجه خالص، عشان كده بستخدم المضارع المستمر. يبقى هنا it's arranged، الحاجه دي ايه؟ الحاجه دي ترتبت وتنظمت جدا. طيب مراجعه سريعه جدا على اللي اخذناه كله. خدنا التكوين بتاع الزمن بتاعي بقام از ار، والفعل برضه بعده بيضاف له اي ان جي. طيب خدنا السؤال، قلنا بتعمل مقص عشان تحول الجمله دي، وبالاي ان جي في السؤال ما بتتغيرش، ما بيرجعش الفعل لاصله خالص، لان هنا انا ببتدي افرق. قلنا الفعل طالما في ام از ار موجودين لازم الفعل الموجود يضاف له اي ان جي. طب لو ما كانش مضاف له اي ان جي إذا ده ما كانش فعل أصلا، دي صفة. لما أقول I'm happy أو he is sad هو حزين، يبقى هنا دي بتكون صفات أو أسماء أو وظائف زي ما قلنا. بعد كده قلنا في النفي بنضيف not is not isn't are not aren't am not ملهاش اختصارات. وقلنا بنركز ونلاحظ لو كان الفعل مضاف له، أما الفعل منتهي بحرف ساكن بنضاعف الحرف الأخير، منتهي بساكن وقبله متحرك بنضاعف الاخير ونبتدي نضيف الاي ان جي. طيب لو كان منتهي باي بنشيل الاي خالص ونضيف الاي ان جي. طب لو منتهي باي اي بنبتدي نحذف الاي اي ونحط مكانها واي وبنبتدي نضيف الاي ان جي. وقلنا من الكلمات الداله at the moment now ولوك واتش اوت وغيرهم كتير جدا. ونركز في اتس arranged، لما بيبتدي يقولها لي اعرف ان هو خلاص عايز احول له الجمله دي في المضارع المستمر. يعني لما يجيب لي جمله عاديه جدا في المضارع البسيط ويقول لي اتس arranged اترتبت، او الجمله دي بيقول لي اتس arranged ويقول لي اتنظمت كذا 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 وبيحكي لي قصه، او جمله فيها كلمه اتس arranged اعرف ان هو عايز احول الجمله دي في المضارع المستمر. طيب كده بنكون خلصنا مع بعض بدايه بسيطه جدا، وعندكم جرامر بسيطه جدا وسهله جدا جدا في بدايه المنهج بتاعكم. نركز بقى في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله باذن الله، هنبتدي بقى نشرح المنهج بكل بساطه جدا. هنكمل الدرس الاول والثاني، هناخد بقى الكلمات وناخد
الحاجات اللي بقى اللي هي المهمه جدا، اللانجوج نوتس اللي بتبقى موجوده في الدرس الاول والثاني، واهم الاسئله عليه. وهناخد برضو ان شاء الله باذن الله نحل الاسئله على الدرس الجرامر ده باذن الله. واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. كان معاكم مستر زكريا تدرس، وما تنساش تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشارك الفيديو لكل اصحابك عشان كلهم كمان يستفيدوا ويشاركوا. ولو في حاجه وقفت معاك يعني هتبسط جدا وافرح جدا لما تبعت لي اسئلتك، سواء بس ما تقوليش بقى حل لي الواجب لا، الحاجات اللي هي واقفه معاك خالص ومش فاهمها، او في حاجات بتبقى مش واضحه جدا. وجود باي، كان معاكم مستر زكريا. جود باي.